أنا متجوزة بقالي 3 سنين وعمري ما كنت من النوع اللي بيشك أو يدور ورا جوزها. كنت دايما بقول إن الثقة هي أساس أي علاقة. بس الفترة الأخيرة في حاجة بدأت تضايقني ومش قادرة أتجاهلها. في واحدة زميلة جوزي في الشغل، هي أصلا كانت مخطوبة ليه قبل ما يتجوزني، والظروف ما كملتش بينهم، بس فضلوا في نفس الشغل. وأنا كنت فاكرة إن الموضوع خلص وخلاص بقى ماضي، لكن اللي بيحصل دلوقتي مخليني مش مرتاحة خالص. هي لسه بتكلمه كتير، مش بس في الشغل، لا في كل حاجة، مشاكلها، قراراتها، يومها، وكأن مفيش حاجة اتغيرت. والأغرب إن جوزي مش بيخبي حاجة، بالعكس بيرد عليها قدامي وبيخليني أشوف الرسايل كأنه عايز يطمني. بس أنا مش مطمنة. طريقتها معاه فيها قرب زيادة، وكلامها فيه راحة مش مفهومة، وهو بيرد بهدوء واهتمام، وأوقات كمان بيمدحها ويشجعها، وأنا قاعدة جنبه بحاول أتصرف عادي، بس جوايا حاجة بتتوجع. كل مرة أقول يمكن أنا اللي مكبرة الموضوع، يمكن دي مجرد علاقة قديمة وبتتحول لصداقة، بس إحساسي بيقول غير كده. في حاجة مش مريحة، في حدود اتكسرت من غير ما حد ياخد باله. أنا مش عايزة أعمل مشكلة ومش عايزة أبان إني بغير من واحدة من ماضيه، بس في نفس الوقت مش قادرة أتجاهل اللي بشوفه بعيني. بقيت أسأل نفسي ليه لسه بتدور عليه، وهو ليه لسه بيديها نفس المساحة. والأصعب أنا ساكتة، ساكتة عشان خايفة أتكلم فيبان إني مش واثقة أو أخسر هدوء البيت. بس السكوت بقى تقيل، وكل مرة بشوفهم بيتكلموا بحس إني مش في مكاني. وبقيت بسأل نفسي كل يوم، هو طبيعي إن ماضيه يفضل عايش معانا بالشكل ده، ولا أنا اللي لازم أحط حد قبل ما أتوجع أكتر؟